تخيلوا بقى ان كوباية الرز اللي قدامنا دي هتعمل احلى تحلية للعيلة كلها، لكل الاسرة، بكوباية واحدة بس من الرز ولترين من الحليب. هنعمل احلى تحلية، طالعة كريمي، طالعة ناعمة، طالعة ما شاء الله في منتهى الجمال، بمكونين اتنين بس، بكوباية من الرز واتنين لتر من الحليب. عملنا التحلية اللي قدامكم دي، طالعة ما شاء الله جميلة 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 جدا. بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتمنى إن انتوا تعملوا له لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنرضي كل الأذواق بكوباية واحدة بس من الرز. اللي عايز طواجن هنعمل طواجن، واللي عايز في المطابق كده من غير تحمير هنعمل له كده من غير تحمير. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا كوباية من الرز المصري العادي. هنغسلها بقى كده، نجيب البولة بتاعتنا وبولة واسعة شوية ونغسلها. وبعد ما غسلناها جبنا الحلة بتاعتنا وحطيناها فيها، هي كوباية واحدة بس من الرز، وحطينا عليها 2 لتر من المية، وهنسيبها على النار تغلي لغاية ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا كوباية بس من الرز عملت قد ايه. هنعمل تحلية للبيت كله. تقدري تعمليها في طواجن، تقدري تعمليها في اطباق، تقدري تعمليها في علب وتحطيها في التلاجة، تقدري تعملي منها حاجة حلوة وتوزعيها. طبعا انا عملت الحلو ده ووزعته على البيت كله. طلع ما شاء الله. بعد ما استوت كده نقلتهم في حلة كبيرة اوسع شوية، وضفت عليهم اللتر ونص من الحليب. ما ضفتش 2 لتر ولا حاجة، ضفت لتر ونص بس من الحليب عشان احنا بنحب يبقى فيه، هو اسمه رز بلبن، يبقى الرزاية باينة في قلب اللبن. وكمان كوباية من السكر ورشة من الفانيليا. بس هي دي المكونات بتاعتنا النهاردة اللي احنا ضفنا عليه ده، عملنا بها الحلو بتاعنا. وبمكون واحد كمان هنضيف عليها مكون كمان يخليه يزيد من الحلاوة بتاعة الرز بلبن ويخليه كريمي كده وجميل. هي ايه؟ معلقة من الكريم شانتيه على نص كوباية من اللبن البارد. قلبناها كده مع بعض لغاية ما اختفت، وهنضيفها على الرز بلبن بتاعنا. كده قلبناها، وهنضيف المعلقة من الكريم شانتيه في نص كوباية من اللبن وقلبناها. طبعا اللبن بتاعنا لبن بخيره، لبن فيه قشطته، فهيطلع معاكي كريمي. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ لو في حد بيحبه متماسك ممكن يضيف معلقة من النشا مع معلقة الكريم شانتيه. تقدر تضيف كمان معلقة من النشا، وهنقلبه كويس ودايما ايدنا فيه باستمرار علشان ما يلزقش في الحلة من تحت. خلاص كده القوام بتاعنا حلو. هنبتدي نغرفه بقى بالطواجن بتاعتنا. تقدري تغرفي في الطواجن، تقدري تغرفي في اطباق، تقدري تعملي برضو علب وتغطيها وتحطيها في التلاجة، تغطيها بستريتش او في اطباق، في علب بتيجي من المحلات فيها لها غطا كده، تقدري تعمليها بيها، اللي احنا زي العلب اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت. وبعد كده انا حمرت الطواجن بتاعتي، حطيت بقى في طاجن كبير وكمان طواجن من الصغيره الفخار، وحمرت بقى شويه وسبت الباقي من غير. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وبتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير في فيديو جديد.